هل شعرت يوماً أن حلمك لم يكن مجرد صورة عابرة؟ أن هناك شيئاً ما كان يحاول أن يخبرك بسر، لكنك استيقظت قبل أن تفهم؟ ذلك هو النداء الأول للبصيرة. كل إنسان يحمل في داخله نافذة إلى العوالم غير المرئية. بعضهم يراها في الأحلام، وبعضهم يسمعها في الحدس، وبعضهم يشعر بها كطاقة تهتز في القلب قبل أن تحدث الأحداث. لكن أكثر الناس يغفلون عنها لأنهم لا يصغون. عندما ينام الجسد، تفتح الروح بوابة التواصل. تبدأ الرموز تتسلل من اللاوعي لتكشف لك ما لا تستطيع رؤيته بعينيك. إنها اللغة القديمة التي تتحدث بها الروح حين تصمت الأصوات من حولك. كل حلم يحمل رسالة، قد تكون تحذيراً أو إشارة إلى طريق أو وعداً بشيء قادم. لكن من يفهم اللغة ومن يملك المفاتيح؟ هنا يبدأ السر. فتح البصيرة لا يأتي بالصدفة، بل حين تبدأ في ملاحظة التفاصيل الصغيرة التي يتجاهلها عقلك. عندما تتعلم كيف تشعر بالحلم لا كيف تراه، يبدأ الوعي في الاتساع. الصور في المنام ليست عبثاً، إنها خيوط طاقة تربطك بعوالم أعلى وتكشف لك من أنت حقاً. هل لاحظت أن بعض الأحلام تترك فيك طاقة غريبة بعد الاستيقاظ؟ إما سكينة عميقة أو اضطراباً لا تعرف سببه؟ ذلك ليس مجرد شعور، بل تردد طاقي ناتج عن تلامس روحك بعالم آخر. وكلما كان الحلم أوضح، كانت البوابة أقرب. لكن الخطر يكمن في أن هذه البوابة ليست دائماً آمنة، لأنك إن لم تكن متوازناً في طاقتك قد تفتحها من الاتجاه الخاطئ، فتجذب الكوابيس بدل الإشارات، وتستقبل الظلال بدل النور. وهنا يتحول الحلم من رسالة إلى اختبار. كل حلم تراه ليس مجرد مشهد، بل موجة من الطاقة تهتز في بعد خفي لتصل إلى روحك في اللحظة التي تكون فيها أكثر صفاءً. حين يخفو الجسد لا تنام الروح، بل تبدأ في استقبال الترددات القادمة من عوالم غير مرئية تملأك بإشارات ورموز ونبضات لا تفسر بالكلمات. هل لاحظت أنك أحياناً تستيقظ من حلم جميل وتشعر بطاقة نورانية تملأ صدرك؟ أو ربما من كابوس يجعلك تشعر بثقل في صدرك وكأن الظلام ما زال عالقاً بك؟ هذا ليس وهماً، إنها الطاقة التي انتقلت إليك من بعد آخر. الأحلام هي الجسر الذي يربط وعيك الأرضي بروحك العليا، وكل شعور بعد الحلم هو دليل على نوع البوابة التي عبرتها تلك الليلة. عندما تتناغم ذبذباتك مع ذبذبات الكون، تصبح قادراً على استقبال الرسائل بوضوح. أما حين تنخفض طاقتك بسبب الخوف أو الغضب أو الحسد، تتشوش الرؤى وتتحول إلى رموز مشوهة. ولذلك قال الحكماء قديماً: الحلم الصادق لا يراه إلا القلب النقي. فتح البصيرة يبدأ من هنا، من توازن الطاقة، ليس من كثرة الأحلام، بل من صفاء النية وهدوء الروح قبل النوم. حين تضع رأسك على الوسادة، لا تظن أنك تنفصل عن العالم، بل إنك تتصل به في أعمق صوره. إنك تدخل عالمك الداخلي حيث كل شيء حي. حتى الفكرة التي تراودك قبل النوم يمكن أن تتحول إلى حلم، ثم إلى رسالة، ثم إلى واقع.
ولأن الطاقة لا تعرف الزمان ولا المكان، فقد يأتيك الحلم من الغد لا من الأمس. ترى شيئاً يحدث ثم تعيشه بعد أيام أو أسابيع فتظن أنه صدفة، لكن لا صدفة في لغة الأرواح. ما رأيته كان تردداً من المستقبل، روحك التقطته قبل أن تصل إليه بجسدك. هنا تكمن البصيرة، أن ترى بالنور قبل أن ترى بالعين، أن تشعر بالحدث قبل وقوعه، لأن روحك سبقتك إليه. وهذه القدرة لا تمنح إلا لمن تعلم أن يهدأ، أن يصغي لأنفاس الكون حين تهمس. لكن احذر، كل باب طاقة مفتوح يحتاج حارساً، فإن لم تتحصن بالنور انجذبت إليك ذبذبات الآخرين، أحلامهم، مخاوفهم، وحتى نواياهم. لذلك قبل أن تنام تذكر أن تنظف هالتك وتستدعي طاقتك لنفسك كي تكون أحلامك من وحي روحك فقط. سؤال التفاعل: هل شعرت يوماً أن حلمك تحقق كما هو بعد فترة؟ اكتب في التعليقات كلمة تحقق لو حصل معك ذلك، وشاركنا التجربة. هذه العلامات هي دعوة من الكون تقول لك: استعد، فالرؤية على وشك أن تفتح. أول علامة أن تبدأ أحلامك تحمل نوراً غريباً، ليس نور الشمس ولا القمر، بل ضوء داخلي يشبه النبض يملأ المكان دون أن تعرف مصدره. هذا النور ليس مشهداً بصرياً، بل تردد طاقي يدل على اتصالك بالمجال الروحاني. حين تراه، أعلم أن روحك بدأت تصعد إلى مستوى أعلى من الوعي. العلامة الثانية هي وضوح التفاصيل المدهشة. ترى الأشياء بصفاء يفوق الواقع نفسه، تسمع الأصوات وكأنها تهمس في أذنك، وتشعر بأنك مستيقظ داخل الحلم. هنا يبدأ ما يعرف بالوعي أثناء المنام أو الحلم الواعي، وهي من أقوى مراحل اقتراب فتح البصيرة. روحك تدرب على أن ترى بعيون الروح لا بعيني الجسد. العلامة الثالثة أنك تبدأ ترى رموزاً متكررة في أحلامك: عين مفتوحة، نور من السماء، طائر يحوم فوقك، أو شخص يهمس باسمك. هذه الرموز ليست عشوائية، بل إشارات من مرشدك الروحي تخبرك أن وعيك بدأ يفتح أبواب الإدراك العليا. العلامة الرابعة أنك قد تشعر بعد الحلم بطاقة غريبة في جسدك، إما دفء يسري من صدرك، أو برودة في أطرافك، أو ارتجاف خفيف كأن الكهرباء تمر فيك. هذه ليست أعراضاً جسدية، إنها الطاقة النورانية، وهي تحاول تعديل ذبذباتك لتصبح مستعدة للرؤية. العلامة الخامسة هي أن تبدأ الأحداث التي تراها في الحلم تتحقق بسرعة، كأن الزمن انكمش بين رؤيتك وواقعك. قد ترى وجهاً لم تعرفه من قبل ثم تصادفه في الحقيقة، أو تسمع جملة في المنام ثم يقولها أحدهم في الواقع. هذه ليست مصادفات، بل تدريب روحي لتصديق الحدس والإشارات. لكن أعظم العلامات كلها أن تشعر أن روحك تذكرت، كأن شيئاً كان نائماً فيك استيقظ فجأة. تبدأ ترى الحياة بشكل مختلف، تشعر بنور خلف الأشياء، وتدرك أن كل حلم يحمل رسالة موجهة إليك وحدك. وعندما تصل إلى هذه المرحلة، لا تبحث كثيراً عن المعنى في الكتب أو عند الناس، بل اجلس في صمت بعد كل حلم واسأل روحك: ماذا أرادت أن تقول لي هذه الرؤية؟ فالجواب الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من عمقك. عين. سؤال التفاعل: هل مر عليك حلم فيه نور أو عين أو طائر؟ اكتب في التعليقات رمز الحلم الذي تكرر معك، ودعنا نكشف معاً في الحلقات القادمة. قاف.